الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد ردا على أحد مشترك القناة بسؤاله المهم جدا جدا. قال مراحل التعامل مع الزغلول من عمر الفأس لحد الفطام، إزاي أتعامل مع الزغلول من أول ما يطلع من البيضة لحد ما يتفطم. هقول لك على حاجة مهمة جدا قبل ما نتكلم في الموضوع ده. ازاي اضمن ان الزغلول اللي طالع لي ده او اتفقس النهارده سليم مفيش فيه اي مرض؟ وهاجبك على سؤالك بس ده بيكمل ده. عشان اتاكد ان الزغلول ده مثلا يا جماعه حمام زغاليل، يعني طالعه من البيضه النهارده، لسه البيضه ديت موجوده، الجوز الحمام لسه، حتى البيض قشر البيض موجوده اهو. ده خلاص. ازاي اتعامل مع الحمام ده الزغلول ده واضمن ان هو سليم؟ اضمن ازاي ان الزغلول ده طالع ما فيش فيه مرض؟ اقول لك ان الحمام الكبير ده تكون متاكد ان هو سليم، القص الكبير ده تكون متاكد ان هو سليم. طب ازاي اتاكد ان هو سليم؟ هقول لك قبل ما تدخلهم على بعض عشان يبيضوا بتكون عاتلهم قرص وقائي سريع من جميع الامراض ملخص. يعني مثلا بتعالج ديدان وبتكرر اسبوعين، بعد اسبوعين في وسط الاسبوعين دول بتدي مثلا 5 ايام حاجه زي مثلا الفلاجي موكس ده بيعالج لك الاربع امراض الحمام: السالمونيلا والكوليستريديا والكنكر وكل المشاكل الغامضه. لان زي مثلا الفلاجي موكس، المادتين اللي في الفلاجي موكس الميترانيدازول اللي هي موجوده في الفلاجين بتعالج الكنكر والمشاكل الطفيليه، والماده الثانيه الاموكسيسيلين بتعالج لك مثلا السالمونيلا والتنفسي وبتكنس كل المشاكل اللي بتقابلها. واتحاد الميترانيدازول مع الاموكسيسيلين بينسف الكوليستريديا وكل المشاكل الغامضه. ما عندكش فلاجي موكس ونص كيلو وصل ل 350 جنيه، ممكن تجيب 20 جنيه من اي صيدليه بيطريه بيقطعوها دلوقتي. ممكن تجيب حاجه بشري اسمها السيبروديازول، برضو موجود فيها مادتين، الماده الاولى الميترانيدازول والماده الثانيه السيبروفلوكساسين. اتحاد المادتين مع بعض برضو يا جماعه بينهوا لك كل امراض الحمام. طبعا بتكرر جرعه الديدان كده بتاكد ان حمامك سليم. بتدي بقى 3 ايام غسول كلى ومشط كبد، وبعد كده بتديله بقى فيتاميناته وبتديله روافع المناعه وبتدخل الحمام لبعضه، وطبعا بتحصل ان هو كسل. وبعد كده بتدخل الحمام على بعضه كده يا جماعه 100% بمشيئه الرحمن بينزل لك البيضه سليمه خاليه من اي مرض. طيب اقف لحد كده وبس؟ لا، قبل نقر البيض بيومين هتدي لكل فرد حمام كورس للكنكر، ودي خدها بقى بصفه مستمره، يعني كل شهر تقريبا قبل نقر البيض بيومين بتديله سنتي وليكن فلاجين. هبسطها لكم، بلاش تجيب علاج غالي، هات سنتي فلاجين لكل فرد كبير. طب انا بعمل ليه كده؟ عشان اضمن ان الفرد الحمام يبدا ياكل زغاليله بدون اي مرض، لان اسرع مرض ممكن يصيب فرد الحمام يا جماعه هو الكنكر، فانت كده بتقطع الشك باليقين. طيب انا بقى عملت اللي انت قلت عليه ودلوقتي الزغاليل طلعت لي كانت سليمه، اتعامل معاها ازاي؟ هقول لك الكلفه السليمه قدام حمامك، وهقول لك الميه تتغير يوميا قدام حمامك، والتحديق ما يتشالش من قدام الحمام. هقول لك حاجه برضو مهمه، تغيير الفرشه بتاع الحمام. يعني احنا لسه كنا بنغير شايلين الكرينه وبنحطها في طاجن جديد عشان هننقل الزغاليل اللحم اللي حضراتكم شايفينها ديت اللي عمرها ما كملش يوم. تغيير الكرينه اللي اتكلمنا عنها للحمام يعني بصفة مستمرة عشان الحشرات وفاش الحمام. هدي الحمامي المكملات زي مثلا مجموعة الزيوت الطبيعية مع الخميرة 3 ايام اسبوعيا، 3 ايام اسبوعيا. بعد كده بدي طبعا يا جماعة الخميرة والزيوت الطبيعية يعني غذاء ودواء بيحمي حمامك وبيغذيه في نفس الوقت. حاجة برضو مهمة لازم تهتم بيها لحمامك هي نوع فيتامين كويس، زي مثلا اللي اتكلمنا عنها قبل كده الجوكوبليكس او ممكن الجروفيت. في انواع كتير جدا ممتازة بيطرية وممكن بشري زي الفيتاماوي، زي السانسوفيت،
وطبعا الديكال ب 12 برضو الكالسيوم. اهتمامك بقى بالمكملات هو اللي هيخلي الحمام بتاعك صحته كويسه. الخميره يا جماعه بتفتح شهيه الحمام، بتديله فلورا معويه. لو الفرد الحمام الكبير ما بياكلش كويس تاكد ان هو ناقصه عناصر في جسمه، وتاكد ان هو عنده فلورا معويه ناقصه في جسمه وبكتيريا نافعه. فلازم تكون الفرد الحمام كامل متكامل، مفيش ناقصه اي عناصر، بيتغذى كويس ويكون مؤهل ان هو ياكل الحمام. ده يا جماعه اول مرحله للزغلول. هوري لحضراتكم مرحله تانية لزغلول. ده مثلا بسم الله ما شاء الله، دي مرحله يعني برضو المتاح حاليا. بسم الله ما شاء الله، دي مرحله اخرى برضو للزغلول ان شاء الله. اوري لحضراتكم برضو مرحله اكبر للزغلول. زي ما حضراتكم شايفين فرد الزغلول طالع عامل ازاي. ده يا جماعه نفس اللي انا قلته لحضراتكم دلوقتي عليه هو اللي بنستخدمه مع الحمام. الزغلول خلاص كده ده يعتبر في سن الفطام، بنبدا يعني ايه خلاص هيتاهل للطيران. طيب ده مثلا انا اشتغلت مع حمامي الزغاليل بدون اي علاج. اوعى تعطي اي علاج للحمام اثناء التاكيل، هيضعف المناعه، واللي بيوصلوا للكبير بيوصل للصغير، بيوصلوا للصغير. بدي بقى ايه اتدخل امتى بقى بحاجه للزغلول؟ خلاص طول ال 30 يوم بدي للحمام الكبير خمائر وزيوت والفيتامينات والمكملات والتحديق طبعا قدام منه، والميه بيضه وكله تمام، وما بدلوش اي حاجه. الناس بقى اللي بتقعد تالف يقول لك ادي للفرد الحمام كاني وماني والزغلول واديله الحبوب اللي هي بتنفخ الحمام، كل ده غلط يا جماعه. سيب الفرد الحمام يطلع بجسمه طبيعي، سيب الفرد الحمام يطلع بمناعته بمكملاته الطبيعيه اللي تفيده ما تضروش. الفرد ده عمره 30 يوم. اعمل ايه قبل ما افطمه بقى؟ هديله 3 ايام ضد مرض الكنكر. لازم اديله مثلا 3 ايام فلاجيموكس، او لو ما عندكش فلاجين كانكيل اي حاجه. ظروفك كويسه هات المستورد وليكن الكانكيل، ظروفك على قدك هات الفلاجين والامروزول والفلاجي فورت وكل دول يا جماعه الماده الفعاله المترا ندازول، كل دول نفس الغرض. ده خلاص بديله 3 ايام، وبعد كده بديله رافع مناعه وبحصنه وبرميه ان شاء الله في اللفت، بيبقى زي الفل ويبقى فرد حمام تمام التمام. دول ما شاء الله من دماء الاسطوره الباشمهندس مصطفى السمري 224 ثريا. يعني لامم ديكلاكات فلونات كمانات، لامم تركيبه بتحمل كل دماء الناجحه لدى الباشمهندس مصطفى السمري. ده يا جماعه المراحل. وردا على احد مشترك القناه، لو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله برضو مش يعني موضوع في الموضوع والكلام في الموضوع، يعني الاهتمام بالزغلول من الفأس المراحل الفطام ان شاء الله مش هتخلص. في حاجات وثغرات ان شاء الله نتكلم مع حضراتكم فيها بتوضيح. ده ردا على احد مشترك القناه. تحت امر الجميع، لو مش مشتركين في القناه تشتركوا وتشرفونا، ويا ريت لايك ومشاركه عشان الكل يستفاد، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.